السلام عليكم. جايبه لكم النهارده شنطه وشنط كتير وانواع كتير، كلها حافظه للاطعمه درجه حرارتها سواء سخن او ساقع. مش هتستغني عنها ابدا لو رايحه لمامتك وعندك ولاد صغيرين، لو رايحه رحله او رايحه من مكان لمكان وعايزه تاخدي اكل معاكي يفضل سخن. بنتك رايحة المدينة مسافرة وعايزاها تاخد لقمة سخنة كده معاها أو ابنك. أي مكان انت عايزة تروحي فيه ومحتاجة أكل معاكي يفضل بدرجة حرارته سواء ساقع أو سخن، استعملي الشنط اللي أنا هوريها لك وهوري لك أشكال كتير وانت اختاري اللي يناسبك. دي أول شنطة معانا زي ما انت شايفة كده، لها سوست من بره، ممكن تحطي فيها عصير، ممكن تحطي فيها أي حاجات من اللي بتبقى مفرودة متلجة، أطعمة حتى لو عايزاها المجمدات دي ممكن تتحط فيها الأكياس. وزي ما أنا بوريها لك كده لها كذا يد، يعني دي يد كده ترفعيها على كتفك، في يد بتشيليها منها اهي اليد دي، وممكن تفكي اليد اللي هي الطويلة دي وتحمليها في أماكن تانية بحيث إن أنت تاخديها بالطول، تاخديها بالعرض، تمسكيها من اليد، يعني اي طريقة تسهل عليكي ان انت تشيليها زي ما انتوا شايفين كده. هي دورين، زي كده الشنطة بتاعت زمان كده اللي كنا بنجيبها نقول عليها الشنطة السوستة دي، اللي هي بتفتحي الدورين. هنا الدور بفتح الدور التحتاني والدور الفوقاني، هما الاتنين مفتوحين على بعض. ودي برضو مكان ممكن تحط فيه ازازة مية او عصير او حاجة صغيرة. القادة اللي زي ما انت شايفة كده ليها كذا مكان للمية، وكمان تقدري بتاخدي فيها كل المثلجات. فانا دلوقتي بوريك اهو، فتحت الدور التحتاني خالص وشوفي قد ايه هي عميقة، وبتاخد كمية كبيرة جدا من الحاجات. وهوريك دلوقتي ازاي بنحطها فيها. زي ما انت شايفة برضو في سوستة تانية في اليد، بتقدري ان انت تحطي فيها اي حاجة. طبعا كل الحاجات دي بتساعد على ان انت تاخدي اكبر كمية من الحاجات اللي عايزة تحفظيها. وسواء كانت اكل، طبعا كله اكل جاهز، او عايزة حاجات مجمدات مش كبيرة. وادى اليد هنا بوريها لك، اللي هي اليد اللي تحمليها كده، غير اليد الطويلة اللي على الكتف. وزي ما انت شايفة الحجم بتاعها مناسب جدا لكمية حلوة قوي. واليد ممكن تقصريها تسيبيها على طولها، يعني بتقدري تتحكمي فيها، وليها كذا طريقة للحمل، تقدري تحمليها بأي طريقة مريحاكي. وانا دلوقتي هقفل الدور التحتاني اهو، وهتبقى اصغر شوية لو انت مش محتاجة انها تبقى بالحجم الكبير ده، الحاجة اللي هتحطيها مش كتير، فممكن ان انت تقفلي الدور التحتاني وتسيبيها على الدور الفوقاني. فاحنا كده زي ما انت شايفة الحجم مناسب جدا لأي حاجة. بيجي كمان معاها كيس، الكيس دوت بتحطيه في التلاجة، بيبقى مش صلب قوي، لكنه بيحتفظ بدرجة حرارة أو درجة برودة عالية. فبرضه ممكن تحطيها معاها، بتحفظ الحاجة بنسبة أكبر لو كانت مجمدات. وطبعا هي ممكن حتى تستخدميها زي كمادة او كده، لانها بتبقى واخدة الدرجة الباردة اللي انت حطاها بيها، وبتقعد فترة كبيرة محتفظة بدرجة حرارتها. فبتحطيها وتحطي الاكل سواء في النص، تحطيها هي في نص الاكل، تحطيها تحت. هي عموما الشنطة حتى لو ما كانش فيها الكيس ده بتحتفظ بدرجة الحرارة بكمية او بنسبة عالية. وزي ما انت شايفة كده لازم لو خدتي دور واحد تهتمي قوي وانت بتقفلي الشنطة عشان ما يحصلش حاجة للسوستة داخل الأجزاء الزيادة فيها. وطبعا دي كانت يعني أول شنطة معانا. زي ما انت شايفة كده بتاخد أماكن كتير فيها، وبتاخد كمية كبيرة. انا بوريك العمق اهو، حتى بعد ما قفلت دور برضو اهو هي دور واحد دلوقتي. وشكلها شيك كده والوانها، يعني الواحد يحب ان هو يحملها كده على كتفه، شكلها في منتهى الاناقه. هنا شايلاها من فوق اهي، وبوريكم تاني اليد اهي
الطويلة دي اللي ممكن تحطيها على الكتف. وممكن كمان يا جماعة نحطها بالآية اليد التانية كمان، اللي هيجي 5 طرق تشيلي بيها او تحملي بيها الشنطة. فاحنا كده دلوقتي حملت وريتك كذا طريقة. ودي السوستة اللي بتحطي برضو فيها حاجة خارجية. شنطة جميلة جدا وعملية جدا وتستاهل ان انت تاخديها، ولها مزايا كتير. يعني زي ما انتم شايفين كده طريقة شيلها نفسه او حملها مختلف. انا هنا هوريكي انا عايزة احط فيها اكل مثلا. وعندي كذا علبة اكل اهو، هحط فيها مثلا الرز اهو حطاه. والعلبة اللي كنت وريتها لكم اللي هو اللانش بوكس اللي كنت وريته لكم في الفيديو اللي فات، اللي فيه جواه بقى لحمة، خضار، اي حاجة. وتقدري تحطي المعالق معاكي وازازة مية كمان، ولو ممكن تاخد حاجة تانية وتحمليها على كتفك كده. عملية جدا. دي الشنطة التانية بقى. خليكي معايا لاخر الفيديو علشان هتلاقي انواع كتير مش هتستغنى عنها. دي الشنطة دي دورين، بس الدورين منفصلين مش زي الشنطة اللي قبلها. ليها برضو مكان ممكن تحطي عصاير هنا في المكان ده الجانبي. والجزء اللي الجهة التانية برضو تقدري تحطي حاجات صغيرة عايزة تحتفظي بدرجة حرارتها. ولها يد كده من فوق برضو تقدري تحمليها منه، ويد طويلة. انا هنا فاتحة الدور الفوقاني، هو زي ما قلت لكم ده دور منفصل عن الدور اللي تحت. وهنا تقدري تحطي حاجتك وتقفلي، وبعدين هتحطي الحاجة التانية لتحت وبتقفلي. فيعني دول نوعين بس، يعني يمكن دي اصغر شوية حجما، صغيرة كده شوية من التانية بتديكي اتساع اكتر لانها بتبقى فاتحة الدورين على بعض. هنا بتبقي محددة باحجام معينة. ده الدور اللي تحت زي ما انت شايفة كده. برضو في سوسة تحط حاجات، يعني هي حجمها بياخد حاجات كتير وعملية جدا برضو. وزي ما انت شايفة السوستة اللي تحت وهنا بتحطي حاجاتك. السوستة اللي تحت هفتحها عشان اوريها لك، برضو عميقة اهي ومنفصلة. بتاخد حجم برضو ممكن اللانش بوكس اللي وريته لكم، ممكن اي حاجة عندك بنفس الحجم بتحفظ الطعام. بس طبعا لازم تجيبي كل الحاجات دي بلاستيكات او حاجات من اللي هي صحية. يعني بلاستيك بتاعها لو كان بلاستيك بتبقى صحية. اللانش بوكس اللي انا وريته لكم قبل كده في الفيديو اللي فات حلو جدا وعملي وبيحتفظ بالحاجه ومقفول ومغلق. حلو قوي قوي ان انت تتحركي بيه. وزي ما انت شايفه مبطنه تبطين بطبقه قويه جدا علشان تحفظ الطعام، سواء كان في الدور التحتاني ولا الفوقاني. انا كده فاتحه الدورين اهو، كل دور منفصل. وزي ما انت شايفه كده الدور اللي فوق والدور اللي تحت بياخدوا كميه مناسبة جدا حسب بقى انتي احتياجك، سواء اخداها بقى لولادك في الحضانة لمامتك كده. يعني هي الشنطة حجمها بيختلف. مؤاخذة يعني يا جماعة، معلش زوري تعبان. الشنطة حجمها بيختلف يعني على حسب ما انت عايزاها. يعني اختاري دي اليد طبعا الطويله اللي بتقصريها وتطوليها زي ما انت عايزه. فانت بتختاري الشنطه تبع احتياجك، يعني سواء بتاخدي اكل كتير، بتاخدي كميه متوسطه، بتاخدي كميه اقل. فكله هتلاقي كل الشنط اللي انت محتاجاها معايا. دي الشنطة الكبيرة اللي هي كانت مفتوحة على بعض. ودي بقى انا وريتها لكم في الفيديو اللي هو بتاع اللانش بوكس. دي شنطة صغيرة ممكن تاخد 2 لانش بوكس مع بعض، حاطة فيهم اكل مختلف. وبرضه هي مبطنة من جوه بنفس المادة اللي هي بتحفظ الطعام، وليها سكوتش كده بتلزق في بعضها وتقفل. وبرضو الفيديو اللي فات في اللانش بوكس اهو جنبكم اهو في الصورة. انا وريت لكم الشنطة دي قبل كده، بتيجي بقى مع اللانش بوكس. وطبعا برضو بتاخد كمية. اخر حاجة عندي يا جماعة ولازم تنتبهوا قوي قوي، دي بقى شنطة المثلجات. زي شنطة المثلجات بتاعة العربية، بتاخد كمية كبيرة جدا. لحوم بقى، وعايزة تعيني تحفظي اللحوم، عايزة تحفظي اسماك، ممكن تخلي شنطة مثلا لو عندك كمية، او تلفي السمك كويس في اكياس.
وجنبه ممكن تحط اللحمة، جنبه تحط الفراخ، مفيش مشكلة، او خضار حتى المجمدات. الشنطة دي كبيرة وبتاخد كمية كبيرة جدا، وده من خلال استعمالي بصراحة. وزي ما انتم شايفين الحجم كبير ومناسب جدا. انت لو عندك شنطتين من دي هتحفظي كمية كبيرة جدا من الخضروات واللحوم والدواجن عندك في الشنطة. لو مسافرة من مكان لمكان وعايزة تاخدي